السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بنجهز طبعا كل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان لو فقدين ولا مفقودين يا رب، ويبارك لنا في شعبان. انا امبارح عملت لكم السوسيس. بيتي اطعم وانضف طبعا من اللي بره 100 مرة، لان انا ما بحبش حاجة بره، فبنعمله في البيت بمكونات عندنا واحنا ضامنينها، في نظافة وتكليف بنظافة كده تاكليه وانت ايه وانت واثقة منه كده. هنعمل النهاردة بقى ايه السجق من غير هنك الهنك دوت اللي هو الضاني، اللي هو الممبار الضاني. فطبعا هو غالي بره، وبعدين بياخد وقت، عايز له مفرمة أو قمعة أو حاجة يتحشي بيه، بيغلي بالدنيا. فهنعمله من غير هنك ومن غير أي حاجة، على إيدينا كده، وإن شاء الله تاخدي نفس النتيجة ونفس الطعم. هنسمي الله وصلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا يا جماعة على النبي عشان ناخد أجر أنا وأنتوا في الكومنتات. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومعانا المكون معانا حسب ما انت عايز اللحمة. انا هقولك على ايه، على المقادير بتاعت الكيلو. ده كيلو لحمة مفرومة، وده نسبة دهن، هو والدهن كده يعني كيلو، يعني دوت 900 جرام، ودول يجي 8 كيلو، يجي 120 جرام كده حاجة يعني كيلو بالدهن. معانا كوبايتين فول صويا، غسلته ونقعته في مية مغلية، وسبته بنص ساعة كده وصفيته وخليته كده. معانا بقى هو الرئيسي بتاعه، اللي هو المكون الرئيسي بتاعه التوم. هو ما بتتعملش ببصل. في ناس بتعملها ببصل يا جماعة. السجق بيتعمل بتوم فقط، لان دي انا واخداها وصفة من قبل ما تنزل قنوات، ومن قبل اي حاجة ولا يوتيوب ولا الكلام ده، واخداها من جزار، وكنت بعملها زمان في الهنك بقى، في الهنك الضاني كنا بنحشيه وبنعمله. هو واخده الوصفه منه، ما بيتحطش عليه بصل، لان البصل ده للكفته، هتديها تقلبها الكفته خلاص. وهتقول لك لا، ما هو الكفته ما تحطش عليها البهارات كلها، لا، فيديك طعم الكفته. اما ده بيديك طعم السجق اللي بره بالظبط بتاع الجزار. معانا كده معلقتين توم، لان ده العامل الرئيسي بتاعه بيديله الطعم. ومعانا ده نص كيلو فلفل احمر بلدي فرماه، وكنت عيناه في الفريزر دوت بارد ما هوش حامي. ومعانا بقى البهارات، معانا من كل حاجة معلقة بابريكا، معلقة كزبرة صغيرة، معلقة بصل بودرة وتوم بودرة، معلقة ملح حسب الذوق، معلقة كزبرة، معلقة كبيرة فلفل، معلقة بهارات لحمة، معلقة بهارات السبع بهارات، معلقة سكر. دي كل المكونات عندنا اللي هنحطها على البتاع. انا دلوقتي هروح افرم دوت في الكبة الاول مع التوم وكده، وبعد كده هضيفهم هنا وارجع اعيدهم تاني زي ما عملنا السوسيس بالظبط، اقلبهم على بعض وارجع اعيد تاني، اعيد فرمهم تاني في الكبة عشان انعمهم. قالوا يعني احط كل الاضافات الاول، هروح افرم ده مع التوم، بعدين احط كل الاضافات دي بعد كده، او هنحطه قدامكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وده هيبقى التوم دوت هيتحط، هو مفروم اهو، هحطه هنا اهو كمان مفروم، ودوت هفتحه واحطه هنا، وهنقلبه. اللي هروح افرمه ده بعد ما افرمه هحطه هنا، وبعد كده اقلبه على بعض، بعد كده نفرمهم في الكبة تاني. خليكم معايا لغاية الاخر. هاجي هنا بعد ما فرمتها كلها مع بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم، البركة كتير. نسيت اقول لكم ان الفول الصويا ده كوبايتين، كل نص كيلو عليه كوباية، فده كيلو حطيت كوبايتين فول صويا، كوبايتين بتوع الشاي دول. ماشي. وبعدين فرمتهم بقى زي ما قلت لكم، غسلته ونقعته يجي نص ساعة كده، وبعدين فرمته، صفيته وعصرته جامد من المية، وفرمته وحطيت كل المكونات قدامكم. بعد ما فرمته حطيت الفلفل حمار. الفلفل ده يا جماعة انا ما حطيتش اي لون، عشان الفلفل ما شاء الله احمر، نفس اللون بتاع السجق اللي بره، نفس الدرجة اهي. وقلبته بعد كده، قلبته مع بعض، وخدته بقى في الكبه بقى ايه، فرمته خليته ناعم خالص كده، وبعد كده عجنته عجنه مبرحه زي ما بيقولوا كده كده. فانا دلوقتي هصبعه عشان هنحطه في الفريزر. بعد ما بنصبعه نحطه في الفريزر في الصواني بتاعته، عشان ما نحطهوش يتبطط على بعضه او يفرد. فاحنا هنحطه الاول في صواني او اطباق، ندخله الفريزر يجمد،
بعد كده نقوم واخدينه حاطينه في الاكياس او في الاطباق. اتفقنا؟ هنقول بسم الله. معانا شويه زيت اهو. بعد ما حطيت المكونات على بعض وفرمت وفرمت الفول الصويا. الفول الصويا ده كان كوبايتين بتوع المج بتوع الشاي. غسلته وبعدين نقعته في ميه مغليه نص ساعه، وبعد كده عصرته جامد وصفيته وبعدين ضربته في الكبه، حطيته هنا. بعد كده ضربنا كله مع بعض، المكونات مع بعضها لما نعمت قوي كده. بعد كده دعكتها دعكه مبرحه، عجنتها بقى عجنه مبرحه كده لغايه ما نعمت كده. هنصبعها دلوقتي. معانا شويه زيت اهمت هنصبع بيهم. هنصبع في صواني او اطباق ونحطها في الفريزر وتجمد. نقوم حاطينها بعد ما تجمد نقوم حاطينها في قلب في اكياس يا اما في اطباق، عشان ما نحطهاش في اطباق ولا اكياس تطرى وتتعوج وتتعجن مع بعضها. خليكم معايا بقى كده. لو بتستفادوا من المحتوى بتاعي، احنا بنيجي على فكرة والله. اعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. احنا بنتعب والله، مش هتخسري حاجة لما تعملي لايك وشير. عشان خاطر ربنا اللي يا رب اللي تعمل لي لايك تروح تزور الكعبة في رمضان. هنسمي الله كده. هنقول بسم الله اهو. ايدينا زيت. ممكن تعمليها صوابع كده على ايدك، وممكن نعملها بكيس زي ما عملنا السجق امبارح، عملنا السوسيس امبارح. نطولها شوية، نطولها. فكرة انا هعملها بالكيس احسن. وبنعوجها كده شوية ونحطها بقى. هجيب الكيس، اما اشوف لو عرفت اعمل كده. نجيب الكيس اهو، هنعمل كده اهو. طولها على قد ما تقدري. اهي ما شاء الله اهي. عايزين نعملها زيادة اهي، بنرفعها اكتر اهو. نعملها نقوسها كده شوية عشان ما تبقاش حتى رفيعة حتى تخينة. نقوزها كده ونعملها كده ونرصها. اوريها لكم بقى بعد كده لما نرصها، لما نخلصها كلها. خليكم معايا لاخر الفيديو. بصوا يا حبايبي، بعد ما صبعت اهو. بصوا ما شاء الله، البركة كتير. بصوا ما شاء الله اهي. بصوا هحطه بقى في الفريزر دلوقتي، وبرضه طلع لنا طبق صغير. بصوا يا جماعة اهوت. دلوقتي احنا هنفرزه. انت ممكن عايزة تستعملي دلوقتي استعملي عادي، هو بيتعمل دلوقتي عادي يعني، بس احنا بنفرزه كل سنة وانتم طيبين لرمضان. وهنفرزه وبعد ما يخلص نحطه في اطباق او في اكياس زي السوسيس كده، زي السوسيس زي ما حطينا كده. بعد كده بقى ايه لما تيجي وقلنا احنا بعد ما خلصنا ما فرمناه في الكبة تاني كل المكونات مع بعض، حطيناه ساعة في التلاجة عشان يتشمع مع بعضه تاني عشان تعرفي تصبعيه. وصبعته كله على الكيس اسهل واحسن من ايديك، وبتديك الصباع مستقيم كده وحلو. فجربها، ولما تيجي تخرجيه من الفريزر سيبيه يفك شوية، ما تعملوش هو متلج عشان يستوي. ان هو متلج هيعمل على طول على
هيشم السمنة او الزيت، هيبقى سخنة، هياخد لون على طول ومش هيستوي. لكن انتي اما خلاص بيه يفك شوية، وبعدين حطيه ايداح السمنة او الزيت اللي هتعملي بيه، وحطيه، ولما يتشمع كده وطي عليه شوية، يعني مش توطي قوي، خلي النار وسط عشان يستوي. وتشوحيه بقى وتعمليه بالبصل بالفلفل زي ما انت حابة تعمليه، عايزة تعمليه ببيتزا، عايزة تعمليه ببيضة، سجق زي ما بتعملي السجق بتاع الجزار. شوف انت بتستعملي ازاي، بتعملي ازاي بأنهي طريقة، هو نفس الطريقة، بس هو ده مفهوش هنك وبس. بس هي كل المكونات وطعم وكله وريحة، وانا بعمله والله العظيم الريحة طالعة فظيعة. يعني بنتي داخلة بتقول لي ريحته حلوة وشكله حلو يا ماما. ريحته سجق فعلا. جربوه احسن من بره، ما تعرفوش بره بيعملوا ايه ولا بيحطوا ايه ولا مكونات ايه. دي مكوناتنا على ايدينا بنظافة وبثقة، وهناكله بنفس كده يعني. ما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.